القوم وعمره كم سنة؟ 6 سنوات. ولا بعض الأولاد الصغار فعلا يورطون والله جنب صغير في موقف ورط فيه ورط. ظليت بمسجد في منطقة باردة أيام الشتاء، درجة الحرارة فيها يمكن 3-4، ولا المؤذن يقول قد قامت الصلاة، ولا تعبان من السفر وقوم اتوضا واشوى الإمام زخير طول، ولحقت الركعة الأولى بالركوع. الركعة الأولى بإيش؟ بالركوع، وكبرت وأنا راكع جاء ولد بجنبي صغير صلى عمره 7 سنين 8 سنين، ونصلي الركعة الأولى في أمان الله والركعة الثانية في أمان الله، في السجدة الأخيرة في الركعة الثانية وحنا ساجدين، الولد اللي بجنبي ذا أطلق صاروخ أرض. إيه والله يا أخوانا باجود الضيف جزاه خير، والله يا أخوان أنا وردت الله، لأن الولد ذكي يوم أطلق الصاروخ ولا هاربا لم يعقب طلع من المسجد والجدار والولد وأنا، يعني من اللي ماخر الصف؟ أنا ما بيع. يوم سلمت من التحيات، يوم سلم الإمام وسلمت مع الإمام من التحيات التشهد الأخير، ولا الجماعة كلهم شيبان على 70 سنة 80 سنة يناظرون في ويقولون لي بعيونهم، طبعا ما تكلموا، عيب يا مطوع عند لحيتك بوجهك، عيب والله. واقوم واقف قلت يا اخوان والله اني بريء منها براءة الذئب من دم يوسف. قال ها؟ قلت والله بجنبي ولد صغير الله يقلع شيطانه اطلق الصاروخ وشرد. قال لا يا مطوع ما نشك فيك. قلت ما تشكون فيني؟ تناظرون فيني الله يجزاكم خير، عيونكم لا تقول خلي العيون عنك تقول. فبعدها قلت خلاص اي صغير بجنبي اتورط اخاف، اقول يا ولد تكفى ما اكلت بيضه اليوم؟ يقول لا اكيد يا وليدي مضبط روحك هناك مضبط احوالك، اي يلا صل. فما اجمل يا شباب يا اخويا الكرام ان نوجه وسبحان على المسلمين بالصلاه، خصوصا ان في رمضان الان مثل ما تشوفون يعني صلى الله يتوب علينا ومكثرين الاكل، وبعضنا اذا سجد خطر تطلع الشربه مع اذانيه. صحيح والله يا اخوان، يعني ترى من اسباب عدم الخشوع الاكثار في الطعام في الصلاه. صلى العصر وشوف أيهم أقوى خشوع، صلاة العصر ولا صلاة المغرب؟ جاوبوا بصراحة يا إخوان، أيهما أكثر خشوع، صلاة العصر أم المغرب؟ العصر. ليش العصر؟ لأن صايمين المعدة فاضية. لكن تعال العصر المغرب أنا صليت قبل مدة معزوم بعد فطور في السعودية عندنا، وصليت مسجد يوم كبرت، ولا بعض الجماعة الله يجزاهم خير توهم مفطرين وماكلين سمبوسة وماكلين شوربة وكل واحد تلقى الحاشي المسجد مليان حواشي. تعرفون الحاشي؟ الحاشي ما تعرفه؟ ما يعرف الحاشي يا اخوان. شيخ احمد ما ادري يسمونه حاشي عندكم بالامارات؟ القعود. الحاشي هو ولد البعير، صن كمل بالانجليزي. اذا مع 2008 الشباب عندنا ما ادري ماشي، يمكن هو درى يقصد القعود يلعب البعير. البعير تعرفه، واحد يوم شاف البعير عندنا من مدلعين، ايش يسمونهم مدلعين عندكم هنا في الامارات؟ المايحين مره. ها؟ عند الميكروفون المايحين مره. يسمونها خكري، خكري يسمونها خكري. يوم شاف البعير قال يا ايش هذا الوحش. اي والله يجلب علي بخيله ورده، وخصوصا اذا صلت جنبك المسجد الحرام. للاسف صلت جنبك المسجد الحرام واحد يكرر التكبير اللي يسمونه موسوس. قد صلت جنبك واحد موسوس؟ ادعى الله ما يصلت جنبك واحد موسوس. صلت جنبي واحد موسوس بالحرام ذبحني. الله 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 14 مرة هو يكبر ويعيد. يذبحني أنا بجنبه، سلمت عليه قلت له يا أخي ترى تكفي واحدة. قال لم أكبر. قلت والله أنك مكبر ورب الكعبة ذي اللي قدام كبر. قال أهجد اسكت. الله أكبر. واحد ذكي شايب شوف طبعا الشيبان ذولا ترى عندهم حكم. واحد شايب قال الله أكبر يصلي تحية المسجد وجماعة المسجد موجودين. يوم كبر قال كذا مرتين. قال ايش معناها؟ لا مو ركعتين. اللي في المسجد استغربوا يوم خلص الصلاة قالوا يا فلان الله يهديك يوم كبرت مرتين قلت كذا ليش؟ قال تدرون ليش؟ قال ما ندري هذه من الصلاة ما وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يوم قلت الله أكبر جاني الشيطان يركض قال ترى ما كبرت أعد التكبير. قلت ما أقبل كلامك إلا باثنين شهود واثنين مزكين. لأنه عارف الشيطان مو مثل بعض الناس يكبر ويقرأ فاتحة.